في مستهل أخبار اليوم، يشهد النادي الإفريقي انتعاشة مهمة على مستوى الرصيد البشري، حيث عاد الثنائي فادي الطياشي وفهد المسماري إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما الكامل من الإصابة. وينتظر أن يكون الطياشي ضمن المجموعة بصفة منتظمة، مع إمكانية التعويل عليه في المباريات الودية الأربعة التي يعتزم الإطار الفني برمجتها خلال فترة التوقف الدولي استعدادا لعودة نشاط البطولة. ومن جهة أخرى، منح الإطار الفني راحة استثنائية للمهاجم فراس شواط بعد مشاركته في كأس العرب وتقديمه أداء لافتا مع المنتخب الوطني. شواط سيلتحق قريبا بمنافسات كأس إفريقيا، حيث يستهل المنتخب التونسي مشواره يوم الثلاثاء 23 ديسمبر ضد منتخب أوغندا انطلاقا من الساعة 9 ليلا. أما على مستوى الرواق الأيسر، فقد التحق الكاميروني ويلستيني بالتمارين مساء أمس بعد عودته من السفر، في حين ما يزال الكونغولي فيليب كينزومبي خارج المجموعة بسبب تواصل الآلام وعدم اكتمال التعافي. ولم تتوقف الإصابات داخل الفريق، إذ تعرض الظهير الأيسر أسامة سهيلي لإصابة عضلية تستوجب راحة لا تقل عن أسبوع، يكتفي خلالها اللاعب بالجري الخفيف بعيداً عن التمارين الجماعية. وبخصوص ما تم تداوله حول عروض قطرية تخص الحارس المتألق مهيب شامخ، فقد أكدت الهيئة المديرة عدم صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن اللاعب مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2029 ولا نية في التفريط فيه. ونمر الآن إلى مستجدات ملف ديربي الأواسط الذي شهد أحداث عنف مؤسفة، فقد اجتمعت الرابطة الوطنية لكرة القدم وقررت جملة من العقوبات، أبرزها معاقبة الحارس يوسف الناشي بمباراتين وخطية ب200 دينار بسبب تبادل العنف، إيقاف اللاعب أسامة الطويل لمباراتين إثر صفعه أحد لاعبي الترجي، توجيه دعوة إلى مسؤولي الفريقين للحضور في الاجتماع المقبل بهدف تهدئة الأجواء وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، هزم الترجي الرياضي جزائياً 2-0 بعد توقف المباراة مع فرض عقوبة اللعب دون جمهور ل3 مباريات على أرض محايدة، إضافة إلى خطايا مالية. أقصى العقوبات كانت ضد حارس الترجي خيري بن عثمان الذي تم إيقافه لمدة 24 شهراً وتغريمه 5000 دينار بعد الاعتداء الخطير على مدرب حراس النادي الإفريقي. كما تمت معاقبة اللاعب أمان الله مفتاح بمباراتين وخطية مالية، إلى جانب توبيخ وخطايا متفرقة بسبب رمي القوارير من طرف جماهير الفريق. وفي سياق آخر، وفي حوار إعلامي جديد، نفى المدرب فوزي البنزرتي وجود أي اتصالات مع اللاعبين وجدي كشريدة وبلال العيفة، مؤكداً في المقابل التواصل المباشر مع اللاعب يوسف أومارو ورغبته الكبيرة في الالتحاق بالنادي خلال الميركاتو الشتوي. البنزرتي أكد أيضاً أن الفريق لن يتجاوز سقف 4 انتدابات فقط في هذه الفترة، مع التركيز على الجودة لا على العدد.